السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. طبعا حبايب قلب حبايب رفية في الشرقية، كل سنة وانتم طيبين، ورمضان ماشي يجري يا جماعة، بيجري والله العظيم. لا احنا ناهضين يا عيني، مش ناهضين نعمل في حاجة يا ولاد. سبحانك يا رب، الأيام عادت أسرع من الخيال، بتعد فينا وبنعد فيها. بس يا رب يا رب يجعلوا رمضان تحققهم من أمنيات كل اللي نفسه في الذرية الصالحة ربنا يرضيه، اللهم آمين يا رب العالمين. واللي مديون ربنا يسد عنه، واللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له. ربنا يجعله رمضان جبر الخواطر لنا ولأمة الإسلام أجمع. قولوا امين يا جماعة. طبعا احنا بيوتنا في وسط الزرع زي ما حضراتكم شايفين، والعرب بقوا ايه؟ مجاوريننا. يعني ايه مجاورينك يا رفية؟ طول ما في بنجر في الارض فهتتلاقوا دول جيراننا في الارض يا جماعة. يعني بصوا، بياكلوا يعني الغنم بتاعتهم وكده، بياكلوا ايه؟ بياكلوا العرش بتاع البنجر. فهم بيفضلوا حوالي الشهرين دول بييجوا. يعني شايفين البط ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ربنا يحمل اصحابه المال اصحابه يا رب. طبعا قضيت مشواري بسلام، وجيت طبعا عندي فراخ. جيت اروح اجيب علف يا حبايبي، لقيت كيلو العلف بيقولوا ب25، وناس بتبيعه ب27، وناس بتبيعه ب28. قلت ليه يعني؟ وانا كل شوية هجيب لي ب200 جنيه علف؟ طب وانا كسبت ايه؟ كده كده خلاص طيوري كبرت وعايزة انضفها. انا طبعا لما العلف كان غالي والطيور كانت غالية، يعني ايه، عطلت شوية كده، اديت نفسي اجازة، بس كانت اجازة فاشلة عمرها ما عادت هتتكرر. هو العلف غالي، العلف رخيص، الكتاكيت غالية، الكتاكيت رخيصة، الطيور غالية كده. بصوا يا جماعة، احنا ارياف وبيوتنا لازم يكون فيها الخير ده. يعني احنا لازم نربي، وبما اننا عندنا الوسع الحمد لله رب العالمين وربنا موسعها علينا، فبنجيب وبنربي. واهو الطيور دي يا جماعة بتاكل ايه؟ بتاكل بواقي البيوت. يعني احنا هنشيل الاكل وكده نرميه في الترعة؟ شايفين ابني بقى؟ ابن قال يا ماما هصورك، قلت له صور. بس الجو والله العظيم كان صهد، وكان ايه دي الفراخ اهيت. شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بصوا يا جماعة، انا كنت جايبة اصلا 30 فرخ ماشي. فاللي انا من اول رمضان كنت بلقط منهم، ما بشتريش بصراحة. اشتري ليه؟ بدل عندي الخير. وده البط ده انا كنت جايبة 10 برضو، دبحت منه وجيت توكل منه على الله شوية برضو. دبحت منه 2 وكده ونضفتهم، وتوكل على الله ايه، 2 باين ولا 3. وكنت جايبة ال5 دول برضو ياكلوا بواقي البيت، ال5 الابيض دول. لما ايه، لما اخلص شايفين الفراخ طالعه جعانه بقى، بتقول اعلفين. بس انا قلت لهم انا مانيش عارفاكوا، انا ان شاء الله هنضفكوا واحطكوا في الفريزر النهارده، لان انتوا كده واقفين عليا بخسار. جيت نضفت الحته عندهم وسقيتهم، وقلت ايه، هتوكل على الله وامسكهم انضفهم كده، وربنا يعيني ويقويني بحق ربنا. يعني جارتي ساعه ما عرفت يعني رنيت عليها هتعمل ايه، قلت لها انا هنضف عندي بطتين وعندي فرختين. قالت خلاص هجيلك، ده مشكورة وجميلها ده على راسي، وربنا يخليها يا رب ويديها الصحة، اللهم امين يا رب العالمين. جت معايا ونقذتني. قلت بقى ايه، الواد مع اخواته وهيلعب معاهم، وعندي بقى الم فراخ ديت انضفها. هي كان فيها مدعفل، يعني مش مدعفل يعني ان هو تعبان، ما شاء الله حضراتكم شايفين الفراخ اهي، جسمها كان قليل. ما هو الدكتور اصلا، بصوا ما فيش حد جاب فراخ المرة دي وطلعت يعني اللي بالك فيها دي اللي هي الفراخ الشديدة، يعني ما شاء الله. لا هي طلعت كده. بس طبعا التقصير في العلف، وتقصير يعني في العلف. ما هو العلف كان كل يوم في زيادة يا جماعة. قلت يلا انا هتوكل على الله، ومسكتهم نظفتهم يا جماعة. والله العظيم بدأت تنظيف فيهم من الساعة قولوا 11:30. 11:30 خلصت الساعة 3. مش هقول لكم ساعتين بقى، انا مش سوبر مان ولا سبايدر مان ولا الكلام الفاضي ده. شوف قعدت 11 و12 و1 و2 و3. بس ما شاء الله نظفت الطيور اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو دي كلهم. الحمام ده طبعا ابني كل ما يروح عندنا في البلد هناك عند عيلتنا، يجيب من انتو جوزين حمام. كل شويه يقول لها يطلع معاها، يا تيتا والنبي يا تيتا. تقول له انت عايز يا احمد، انت عايز حمام يا احمد؟ يقول لها لا، وهو طالع من باب المزرعه يقول لها يا تيتا انا عايزهم يا تيتا، تقول خدهم يا احمد. فايه، هو عنده غيه ان هو يربي الحمام. جيت طبعا كنست الحته دي ونضفتها وحولت الميه،
وقلت انا لو نظفت عندي في الشقة المطبخ عندي ضيق جدا، يعني مش ضيق بس، ده ضيق جدا والله. طلعت منه التلاجة وطلعت منه الحاجات دي وبرضه ضيق، بس الحمد لله رضا احنا احسن من غيرنا، الحمد لله نعمة نحمد الله عليها. والله يا جماعة ساعة ما نظفت الطيور دي وعملت كده قعدت احمد ربنا على نعمه، واحمد ربنا على الخير اللي عندي، واقول يا رب عين الناس وقويها، عين الناس وقوها، وعينهم على حالهم يا رب واحنا بالجملة. جيت طبعا زي ما حضراتكم شايفين لما تيجي عايزه تنضفي طيور عندك ما تعلفوهمش، ليه؟ انت كده كده هتذبحيهم وهتنضفيهم، فما تعلفوهمش علشان يا حبيبه قلبي ايه يكونوا سهلين معاك في التنظيف وخساره. بس اسقيهم، بيقولوا من الحلال ان انتوا لازم تحطوا لهم ميه. اتوكلت على الله ونضفتهم والحمد لله رب العالمين. مهمة كانت صعبة عندي، بس لما عملتها حسيت ان نص الشغل 3/4 الشغل عندي كله انتهى. كان عندي القطين برضو، شايفين برضو عندي الفرخين الاستاسو دول جسمهم قليل كده شوية، لان طبعا ما بيجوش مع الفراخ البيضة، كده كده الفراخ الاستاسو دي بتقعد لها حوالي 60 يوم ولا حاجة، فما بتجيش مع الفراخ البيض. فقلت بقى ايه اسيبهم بقى هم ياكلوا العلف، اهو 5 احسن من 25 يا جماعة، واحسن من 20 واحسن من 10. اقل هتحط لهم العلف هيتوفر معاهم. قمت جاية اهمت ما شاء الله عملتهم نضفتهم. وانا لما بنضف الطيور وكده بحط فيهم ليمون، ولو عندك برتقان بقى بقوم عصرة في المية دي برتقانتين، يا سلام يا ما شاء الله. واجيب طماطم وملح وخل. انا بغسل الطيور بتاعتي بايه يا جماعة؟ بجيب الدقيق من اللي هو البلدي بتاعنا اللي احنا طحنينه ده، الغلة اللي احنا طحنينها دي، واقوم مقلبها في المية كويس، واجيب ملح واجيب ليمون واجيب برتقانتين ولا 3، واقوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد برتقانتين ولا 3 زي ما بقول لحضراتكم كده. واقوم الطماطم والملح الخل ما بحطش غير ايه يعني معلقتين كده 3 علشان ما تغيرش طعم الفراخ. واقوم نقعهم واسيبهم شويه، وبعدين اخدهم من الميه دي انضفهم في ميه تانية، وبعدين احطهم في مصفى يصفوا واعملهم. طبعا بالنسبه لفطارنا النهارده كان، لان طبعا مع اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، مع الشغل اللي حضراتكم شايفينه ده طبعا مش هقدر اشتغل، فانا كان عندي اكل، كنت منظمه نفسي من امبارح ان انا عندي اكل، فخلاص الحمد لله. شايفين الاوض عندي عاملاها ازاي؟ كانت البلكونه ديت ما اقولكوش كانت منظرها عامل ازاي، والاوضه دي قلت اغير السرير كده وانضف. مش متجمعين يا رفية، ايه اللي مش متجمع يا جماعة؟ طبعا غيرنا هدومنا علشان انت بتطلعي بقى بيبقى هدومك معكوكة وكده مش نظيفة، فانت لازم تغيري هدوم. وخليت الاوض دول زي العروسة ما شاء الله ونضفتهم. بقول لكم ما شاء الله عندي كده انا بغسل احذية عيالي اعزكم الله، الشوية اللي انا بغسلهم بقوم واخداهم حطاهم هنا في المكان ده، وطلعت اللحاف والبطانية دول يشمسوا، ونضفت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، نضفت البلكون ونضفت الاوضه التانية. وروتيننا كده النهارده خلص يا جماعه. اتمنى ان هو يكون عجبكم، واتمنى ان هو يكون عند حسن ظنكم، واتمنى ان انتوا تدعموني وتشيروا لي الفيديو ده فضلا طبعا وليس امر. ويا رب يا رب يا رب روتيناتي تعجبكم، وربنا يسترها معانا ومعاكم جميعا يا رب العالمين. وطبعا انا والله العظيم حابه ان انا اعمل لكم فيديوهات في الارض وكده، بس حضراتكم عارفين الصيام وعارفين الوقت، وعارفين طبعا الحصر ديت والحاجات ديت والحافظه والكلام ده. السرير ده ولادي ما بيناموش عليه. طبعا الحصر ديت انا غسلتهم، بغسل كل يوم على قد، واللي بغسله بجيبه علشان فرش العيد، مش هكدب عليكم بقى، علشان فرش العيد. ادي الحافظه وادي الحاجات ديت انا غسلها وجايباهم من على الحبل. وقلت بقى احطهم على السرير بعيد عن التراب وكده. حتى المرتبه الصغيره ديت برضو انا بحطها ابني ينام عليها وكده، ونظمت الدولاب لحد ما. عندكم الدباديب ديت لسه هغسلها. وكان ولادي نايمين زي ما حضراتكم شايفين كده، ومنظمه برضو الاوضه ومنضفاها. بصوا على قد ما اقدر، ومحدش يعيب على حاجتي يا جماعه، والله العظيم هي عجباني الحمد لله رب العالمين وراضيه بيها. وبصوا ببص ايديا وش وظهر، وبقول يا رب ديمها علينا النعمه واحفظها من الزوال، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض علي. فطبعا روتين النهارده كده خلص،
ومليت بيتي خير، وروتين بادئ من الصبح بدري خالص. خلصنا مشاورنا ونضفنا، والسلام عليكم ورحمة الله.